ما تقول انا هفتح تحقيق، واذا اتضح انه اللي قتله ضابط شرطه هحاكمه، طالب هحاكمه، عفريت ازرق هحاكمه. هل عندك الاجابه على مين اللي قتل؟ هل حضرتك لا انا عندك طبعا ما عنديش اجابه، اصل لان انا برضو بحاول افكر. يعني انا عارف ان الشرطه نافت وكل حاجه، بس برضو الطلبه لما بيجوا لي هنا لغايه دلوقتي لسه من حقهم يتصوروا، من حقهم يتصوروا ان الشرطه هي اللي عملت كده، من حقهم ان هم يتصوروا ده. ليه؟ لان انت اللي اكدت هذا الاحتمال لديهم بالنفي المبدئي قبل التحقيق. انت ما ينفعش تنفي تقطع الصله من قبل التحقيق ما يتم، ما تقول هحقق، ما تقول هحقق في الموضوع سواء كان من الشرطه او كان من واقول الظروف واطلع واعمل تحقيق شفاف وانشره على راي الناس هتستريح. انما النفي السريع ده اللي اثر مش في شارع مصلحه الموضوع. طبعا هو ده اللي حرك الجماهير. ايه رايك لو في الدقائق الاخيره اخدك في ملف تاني يا استاذ سامح، لان هناك بعض المطالبات بسحب الثقه من الاستاذ سامح عاشور كنقيب للمحامين ومن مجلس النقابه وما الى ذلك، فحضرتك تقدر تفسر لنا المطالبات دي بايه؟ حضرتك باق في منصبك كنقيب للمحامين ولا ناوي تعمل ايه؟ ولا ناوي تستجيب لسحب الثقه ولا ايه؟ لا طبعا هو في محاولات لسحب الثقه من حوالي تقدم بيهم عدد من المحامين. بنفحص الان الرقم الحقيقي للاعداد المقيده في النقابه. القانون بيشترط انهم يبقى 500، بيشترط انه يبقى مصدق على توقيعهم من النقابات الفرعيه المختصه، انهم يتقدموا بنفسهم او بوكيل عنهم للقيد في لتقديم هذا الطلب. يقدم لنقيب المحامين، نقيب المحامين اما انه يحدد ميعاد لنظر صاحب الثقه في حاله توافر الشروط، او تنعقد في حاله رفضه، تنعقد في اليوم ال 31 من تقديم الدعوه، من تقديم طلب الترشيح. الاول الموضوع يتعلق باصلاحات اقتصاديه تمت في نقابه المحامين لصالح دعم صندوق المعاشات وزياده المعاشات التي تمت للمحامين برفع حدها الاقصى الى 1600 جنيه وحدها الادنى الى 500 جنيه، رفع سقف المعاش معاش الدفعه الواحده الذي يصرف في حالتي الوفاه والعجز الكلي الى 100,000 جنيه بحد ادنى 25,000 جنيه. ايضا دعم العلاج بسقف يصل الى 20,000 جنيه حد اقصى بمساهمه من النقابه بحوالي 90% من قيمه هذا الرقم. هي دي الاسباب اللي اخواننا عايزين يسحبوا فيها الثقه من النقيب ومن اعضاء مجلس النقابه. يعني حضرتك عايز تقول ان يعني هي دي الحجه. الاسباب ايه؟ يعني الاسباب عايز تقول انها غير موضوعيه، وهي غير موضوعيه سياسية. لانها ارتبطت بزياده في الاشتراكات وفي الرسوم. اعتماد توقيع وكيل النقابه بالبنوك بسبب غياب امين الصندوق الاخواني. كان ليك تصريح؟ ده اجراء روتيني. طبعا عملنا ده بحيث ان احنا ما نوقفش العمل داخل نقابه المحامين. يعني المساله خاصه بصراع سياسي ما بين تيار الاخوان والتيار المدني. الايادي الخفيه للاخوان المسلمين تريد ان تتعقب او تعاقب نقابه المحامين على دورها في 3 يونيو، وعلى دور نقيب المحامين في لجنه الدستور، وعلى الدور اللي بتقوم فيه نقابه المحامين في خريطه المستقبل. احنا منحازين لخريطه المستقبل ومنحازين لثورتي 25 يونيو و30 يونيو، ومش هنسمح لحد يشدنا ولا يعطلنا. في جميع الاحوال عندما نتيقن من الاسباب الحقيقيه، اسباب هذا الطلب وتوفر شروط القانونيه، انا بعلن على الهواء اهو، في حاله توفر الشروط القانونيه لطلب سحب الثقه او حتى لم تتوفر هذه الشروط، سوف احدد موعدا لعقد جمعيه عموميه ونطرح على المحامين انتوا عايزين تسحبوا الثقه من سامح عاشور ولا لا. وده امر هيريح كل الدنيا ويريح كل الناس، لان انا لا اقبل انه في 10 محامين يبقى عايزين يسحبوا الثقه من سامح عاشور وسامح عاشور يهرب او يظن البعض انه ممكن يهرب من هذا. وده يبقى اجراء ديمقراطي الحقيقه ونستريح كل الاطراف تعرف حجمها الحقيقي. تطرح نفسك يعني لمساله سحب الثقه ويرجع القرار في الاخر للجمعيه العموميه. باذن الله هحدد ميعاد قبل انقضاء المهله القانونيه اللي موجوده في القانون لعقد جمعيه عموميه للنظر في سحب الثقه او تجديد الثقه في نقيب واعضاء مجلس النقابه. ولا كنت تعرفوا ان الاخوان مخترقين النقابات المهنيه؟ بالنسبه لنقابه المحامين تحديدا، الاخوان يعني نسبتهم قد ايه تقريبا؟ اكيد حضرتك عندك المعلومه دي. التشكيل النقابي ولا في المحامين؟ لا في النقابي. التشكيل النقابي هم على مستوى النقابات الفرعيه ليسوا اغلبيه مطلقا. هم في 99% من النقابات لا يوجد فيها اعداد من الاخوان المسلمين الا قليلا اعضاء. يعني مثلا اديك مثال، نقابه شمال القاهره، نقابه جنوب القاهره،
دول نقابتين اللي هي القاهره الكبرى ليس فيها اخوان مسلمين لا نقيب ولا عضو في كل يعني كل نقابه فيها حوالي 16 عضو ونقيب او 17 عضو ونقيب، الاثنين ما فيهمش اخوان، ما همش حد اخوان مسلمين على الاطلاق. قس على ذلك كثير من التشكيل على مستوى الجمهوريه. مجلس النقابه العامه في اغلبيه من الاخوان المسلمين او من قائمه الاخوان المسلمين. يعني القائمه المحسوبه على او التي نجحت على قائمتهم، هم مش اخوان مسلمين لكن محسوبين على الاخوان المسلمين، فيهم الوفدي وفيهم اليساري ونجحوا على نفس القائمه، لكن دول بيمثلوا اغلبيه عدديه داخل مجلس النقابه العامه. ده طبعا هم الان لا ينعقدوا ولا يحضروا ولا يشاركوا في اي شيء الا قليلا بشكل فردي ومعطلين اداء المجلس، لكن في النهايه احنا الحمد لله عدينا المرحله دي بان احنا مش شغالين بسلطات هيئه المكتب، وايضا بالانجاز اللي تم في الجمعيه العموميه بما فيه من قرارات كانت موجوده اثناء انعقاد المجلس وتمامه، وبالتالي هننظر في هذا الامر ان شاء الله بعد ما ننتهي من فكره محاوله تعطيل نقابه المحامين بسحب الثقه دي. عندي سؤال بس فاضل لي 3 دقايق، هل ينفع تجاوبني عليه بسرعه؟ انا مستغرب لان حضرتك راجل ناصري يعني قديم استاذ سامح، والناس كلها عارفه تاريخك يعني ومبادئك السياسيه. الناصريين دلوقتي الجدد يعني انفضوا من حول التيار الناصري او البعض منهم او الاغلبيه وراحوا اتجاه تاني خالص، هل في مبرر؟ راحوا فين؟ يعني راحوا لمدرسه مختلفه او رايحين ناحيه مرشح اخر مش المرشح الناصري. انا بتكلم مثلا على مؤيدي حمدين صباحي، مش ما بقاش يحظى بكل قبول او بكل تأييد التيار الناصري، ولا انا غلطان؟ لا طبعا ليه؟ شك. هقول لك ده شيء يصب في صالح التيار الناصري. التيار الناصري تيار موضوعي جدا، وانا بقول التيار الناصري يسبق الشارع الناصري، يسبق القيادات الناصريه اللي موجوده وقدراته اعلى من قدرات التنظيم اللي مش قادر يحتوي كل التيار. لكن الوعي الموضوعي لدى التيار الناصري هو الغالب في النهايه. احنا مصلحه الوطن فوق الاعتبار. احنا لما اشتغلنا مع الثوره في يناير او اشتغلنا معها في 30 يونيو لم نحرص، رغم انه الشارع حرص على انه يرفع صوره عبد الناصر، لم نحرص احنا ان احنا نبرز اي ميزه حزبيه او ميزه نصريه علشان نقول احنا عايزين ثوره نصريه. لا، احنا عايزين ثوره وطنيه للشعب المصري، كل القوى السياسيه تتعامل فيها بالتكافؤ متساوي. ولما نختار رئيس جمهوريه هنختاره بتجرد شديد، مش مهم يبقى ناصري، ومش لكن مهم يبقى ناصر جديد يعني. لا وما فيش حاجه اسمها ناصر جديد. جمال عبد الناصر ظاهره غير قابله للتكرار، لكن مصر قادره على انجاب زعماء جدد وقاده جدد ورموز جدد، وعبد الناصر ما كانش اول القاده، هو كان سلسله في تاريخ الحركه الوطنيه المصريه، وهالسلسله هتفضل مستمره. فهو يعني التيار بيجدد فكره وبيواكب العصر والمرحله والمتغيرات والثوره. أنا بشكر حضرتك جدا على هذا الحوار، وبتمنى لك كل توفيق ولكل المحامين المصريين طبعا ونقيبهم الأستاذ سامح عاشور اللي شرفني النهارده بهذا الحوار في مصر الجديدة، وبشكركم على المتابعة